السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين اخواتي؟ لاباس عليكم؟ حاليا بخير، كلشي مزيان. صافي سمحوا لي، ما غاديش نطول عليكم. ما غاديش نطول عليكم ونقول لكم بسم الله على بركة الله في قصتنا جديدة. تزوجت في عمري 16 عام براجل كان معايا حنين بزاف ومهلي فيا مزيان، محجبني واللي بغيتها يجيبها ليا. رزقنا ربي بوليد فاش كان عند ولدي 3 شهور. خليت ولدي مع باه ومشيت للحمام. في الحمام جلست حدايا واحد المراه كبيره شويه، قالت لي حكي لي ظهري ونحك لك ظهرك. جمعنا شويه وحنا كنحكوا. ساليت بالزربه باش نمشي بحالي لاني عندي تربيه صغيره. ديك المراه فاش شافتني غنخرج حتى هي سالت وخرجات. هزت معايا السطوله وصلتني حتى لباب داري. دازت واحد 4 ايام، سمعت الطق في الباب لقيتها هي جايبه شي كيطماط واعرين ديال الشمال باثمنه مناسبه بزاف. عرضت عليا نشري، عجبوني بزاف وما كانش عندي الفلوس. قالت لي غير خدي اللي بغيتي والفلوس امتى ما حضروا نرجع وراهم. جا راجلي قلتها ليه، خاصمني قال لي اش هاد ساره، لاش تجي لعندك للدار، ردي لها زبلها ويلا للسوق ناخذ لك اللي بغيتي. انا البيجامه عجبتني بزاف وطلبت راجلي ناخذها هي. قال لي انا هدرت وانت ديري ما بغيتي. من بعد سيمانه رجعت ديك المراه، حشمت نرد لها بيجامه وخلصتها. ورات لي حوايج اخرين واعرين في الكتاب واثمنه رخيصه بزاف. خلات لي الكتاب ومشات. جا راجلي نفس المشكل، اش داك شدي شي كتاب. ملي شافني بقى فيا الحال قال لي صافي خدي اللي بغيتي. دازت يومين رجعت ديك المره ورا الكتاب وريتها اش اختاريت. قالت لي من الاحسن يلا تشوفي المحل، راه جات سلعه محسن. قلت لها راجلي ما يبغيش. قالت لي 4 ساعة ما كاملاش تكوني رجعتي. بقات عليا بالهضره، ما عرفتش كيفاش عملت لي حتى لبست جلابيتي وهزيت ولدي ومشيت معاها. قالت لي اجي دخلي معايا للدار نجيب غير الساروت ديال المحل. هادشي اللي عقلت عليه حتى فقت لقيت راسي في واحد الحاله ما يبغيها العدو العدو. وراتني فيديو، هانتي اذا هضرتي هاد الفيديو غنفرقوه في الدنيا كلها. دزت على 3 الرجال في ساعه المكانه. لبست حوايجي هزيت ولدي وخرجت. رجعت لداري والطريق كلها وانا كنبكي نفكر نعاود لراجلي ولا نسكت. في بابي شافتني جارتي قالت لي مالكي. قلت لها غير ولدي مريض. شويه جا راجلي، تلقاتو الجاره في الباب. قالت ليه كيف بقى الولد، ما جاوبهاش ودخل. لقاني كنبكي ولدي كيبكي. مالكي اش كاين؟ ما كنجاوبش. ليله وانا كنبكي وحلفت لا هدرت. عيط لدارنا قال لي هما لبنتكم. قالوا ما في خبارنا والو. جاو دارنا ملي تقهرت عاود داكشي اللي كاين. مشى خويا عند البوليس، مشينا لديك البلاصه لقاوها حاشاكم دار معروفه بداكشي. وانا مشيت بخاطري ومبزز عليا حد. طلقني راجلي، رجعت لدارنا. ما قدرتش نهز عيني في حتى شي حد. حاولت ننتحر 2 مرات. كنبات نغوت ما كنعرفش نعاس. ولدي داه باه. حياتي تحولت لجحيم. الناس بدلت القصه وقالوا ان ديما كنمشي لتما وراجلي حصلني وطلقني. خاصني نحضر في المحكمه وانا ما قادرش نخرج وما باغي نشوف حد. قمشت بوجهي بالغوات وصعاريت. بغيت نشوف ولدي ودارنا ما بغاوش يهضروا مع بات ولدي. قالوا ما عندهم وجه يشوفوه. حليب ولدي تيضيع في صدري وصدري تيضرني. صدري اللي رضعوه 3 ديال الكلاب. بغيت نشوف راجلي ونطلب منه يسمح ليا ونبوس ليه رجليه. بغيت نشرب شي سم اللي ينسيني هاد المصائب اللي نزلت عليا ونتنا من هاد الدنيا. دارنا ولات كحله، ما تيقدو يشوفوا حد. امي ولات تحن عليا وتغسل لي وجهي بالماء بارد وتكب لي الماء على رجليا وتشربني بزز. والله حتى الماكله ما بقيت نقد ناكل. تنموت بالجوع والشهيه ما عنديش. ما تتهبطش ليا الماكله وخا نحاول ناكل. بدات امي تشغل ليا في القران والرقيه الشرعيه. كنرتاح شويه ننعس شويه ونفيق. طلبت امي اختي نمشي لعندها لمدينتها نبدل الجو شويه على الله تتحسن حالتي شويه. 20 يوم على داك اليوم المشؤوم قطع لي خويا الورقه باش نمشي عند اختي للصويره. كانت الجمعه وانا غنسافر السبت. بكيت على امي وخويا يهضروا مع ابات ولدي. نشوف غير ولدي قبل ما نسافر، ما بغاوش. هزيت التليفون خويا وصونيت على راجلي. المره الاولى ما هزش التليفون. عاود اتصلت جاوب الو. سكوت عاود تاني الو. وانا نبدا نبكي. قلت ليه ما طلبت والو غير نشوف ولدي قبل ما نمشي عند اختي. قال لي دوزي عند امي شوفي ولدك. قطع الخط. اول لحظه من داك النهار يتخلطوا لي الدموع مع الضحكه. غنشوف ولدي. قالت لامي استناي ورا العصر نمشي معاك. قلت لها دابا لبس جلابيتي ومشى معايا خويا. دقيت الباب وانا مدلوله حاسه بالحقره والدل ما عندي وجه نشوف بيه شي حد. فتحت لي الباب، خدت راجلي ودخلت. وركت على الحيط وبديت كنبكي. جات عدوزتي عنقتها وحاسه بحال كنعنق شي حيط بارده وما مديهاش فيا. ولدي كان ناعس، هزيتو مسكين حسيت بيه ضعف بزاف.
ولا يشرب حليب الفرماسيان وانا حليبي كان غير كيضيع في صدري. بكيت حتى كنت كنحس براسي غنسخف بالبكا. مسكينه امي كانت ملي كتشوفني كنبكي كتجيب ليا نشرب وتفزك ليا وجهي، انا ما تسوق ليا حد. شويه تخلبات ولدي، سمعت صوته ما قديتش نهز عيني. شاف لي وجهي مقموش وتحت عينيا زرقا بزاف. سولني شكون ضربك، ما جاوبتش. هضر هو خويا، قال لي غير هي اللي قامشه راسها. قال لي خويا صافي يلا بحالنا. طلبتو نبقى غير شويه مع ولدي ولا يخليه يبات معايا، راني غنسافر في الغد. قال لي بات ولدي ما تسافريش، كملي العده ورجعي لدارك. قسما بالله نزلت على رجليه وسيرت كنبكي. من كثرة البكا اللي بكيت حسيت بالنفس تحبس ليا. حتى قال راجلي لختو جمعي لها حوايج الولد تاخدو معاها. شديت انا ولدي حتى قرب ليا بات ولدي وفي يديه ميكا صغيره. حسيت بواحد الخلعه وواحد الرعب كبير وقلبي كيضرب وعيني ما قادتش نهزها، والله ما قادة نهزها. قال لي هذا الدواء ديال الولد، بقى يقول هذا 3 المرات في النهار، قبل الرضاعه بعد الرضاعه. كنسمع وانا ما مركزاش ما فاهماش. اول مره نحس بالرعب من راجلي بالخلعه، ما عرفتش علاش. جمعت لي بنت الحوايج نزلهم للطوموبيل، فتح لي خويا الباب اللوراني. طلعت مع ولدي، ركب خويا القدام، وصلني لدارنا. في الطريق حاولت نتفادى المرايه باش عيني ما تجيش في عيني. وصلنا، فتح لي خويا الباب، نزلت. كنت كنتسنى يقول لي شي حاجه، ما هضرش، والطريق كلها ما هضرش. نزل خويا حوايج الولد ومشى هو بحالو. في الطلعه ديال الدروج استقبلتني ماما كتبكي ملي شافت ولدي في يدي. شحال داز عليا في هاد الايام، شحال غوت وشحال نهاريت وشحال بكيت. عمرني شفت دمعه من امي، لكنها اليوم شافت ولدي في يدي وبكات. انا صافي تحشوا عليا ركابي، ما بقيت كاع قادره نطلع للدروج. عطيت لولدي لماما وجلست في الدروج شويه قبل ما نطلع للدار. صونات اختي كتسولي متى غنركب، قالت ليها ماما غدا الصباح ان شاء الله. جاوبت انا بالزربه لا ما غنسافرش، غنكمل العده ديالي ونرجع لراجلي. امي تصدمات وما هضراتش. با خرج مسكين من البيت، عطاتني امي التليفون نهضر مع اختي. صافي ما بقيتش عارفه نهضر، سديت الخط وهزيت ولدي ودخلت للبيت. كنشوف في الدواء ديال ولدي اش من دواء اللي غنعطيه قبل الماكله، قبل يعني ما نصايب ليه الرضاعه. صونا التليفون، مشيت نشري لقيتها مكالمه بدون رقم. ما قديتش نهز. هز خويا التليفون ما جاوب حد. قلت مع راسي يمكن بات ولدي وانا كنتمنى يكون هو. داز سيمانه الحس مقطوع. من بعد صون على خويا قال لي اذا في الدار نزل عندي. انا بلا ما نشعر شفت في المرايه وبديت كنقاد شعري، كنت راعد. نزل خويا قال باغي يشوف الولد، ما بغاش يدخل. شاف الولد غير في الطوموبيل وعطى لخويا ميكا فيها الحليب والكوش والفلوس. قال لي اذا احتاج الولد شي حاجه عيط ليا. دازت الايام الحاله النفسيه ديالي ولات كتحسن شويه، ولو اني ملي كنفكر شحال كنت غبيه كنتمنى نشد ديك المراه نخشي فيها شي موس. كنتفكرها المجرمه ملي طبطبات على كتافي وقالت لي انت غزاله يا بنتي الله يحفظك من ولاد الحرام، وهي كانت اكبر بنت الحرام. في من غنثيق في هذه الدنيا؟ ركبت فيا الوسواس، وليت نسمع الدقان نتخلع، يصوني التليفون نتخلع، ندخل للدوش نتفكرها بنت الحرام اللي حكت لي ظهري. دازت 3 شهور ثقيله بزاف. سالات العده وانا نحسبها نهار على خوه. دازت سيمانه ورا انتهاء العده. عيط راجلي لخويا قال لي نتلاقاو عند العادل غدا في العشيه. ومن نهار شديت ولدي ما شفت باه ولا حتى اتصال. كان كيصوني التليفون بلا نمره، كنشك فيه هو، انما ما كنقدرش نفتح الخط ولو انه قالت لي نرفضوا نعرف شكون. قالت لي خالتي دابا انت بحال العروسه، حني وسيري للحمام. غير سمعت الحمام وانا نتخسر، حسيت بالاعصاب ديال راسي تصيروا عليا. ديك الليله ما جانيش النعاس نهائيا، ما عرفتش واش نفرح ولا نبكي. كنت عايشه في داري هانيه متهنيه، ما ناقصني حتى خير. حتى فين وليت، فين هو الوجه اللي غنتلقى به هاد الراجل؟ والغلطه فيا خرجت بلا خبارو وانا عارفه ما يبغيش. فين كنت غنوصل لو اني خبيت عليه وما خبرتوش بالشي اللي طرا ليا داك النهار الكحل؟ واش كانت ديك المراه تبقى تهددني وتبتزني بالفيديو وتولي تبيع وتشري فيا وانا مزوجه؟ واش كان بالامكان الله يستر نولي خارجه الطريق؟ كيفاش لو اني حملت داك النهار؟ اسئله كثيره رونتني ودرت لي راسي. بدات طوطي الصباح داخله من الشرجم وانا الليل كله ما نعستوش. يلا عطاتني غميضه صغيره فوق ولدي. وصلت العاشرة الصباح وانا مازال عارفه شنو نلبس، واش نكحل عيني ولا لا. دخت. بقات غير ساعه المكان على الوقت اللي غنمشيو فيه عند العادل. لبست حوايجي كحلت عيني غير شويه، لبست نظاظر كحلين. ولدي بقى مع امي وخويا يمشي معايا. صونا التليفون خويا قال لي هنا لتحت قول لها تهبط. كنت عامله حسابي غنتلاقاو عند العادل. ساعه جا حتى للدار، نزلت انا وخويا كلي كنتراعد كنقرا القران في نفسي. مشينا عند العدول، ما هدرش، يلا سول على الولد. فالسالينا وصلنا بالطوموبيل للدار. نزل خويا، بغيت ننزل قال لي غير خليك. دار بالطوموبيل يدينا لداري.
اقسم بالله اني ليله الدخله ديالي ما كانش فيا هاد الرعب وهاد الخلعه. دخلنا للدار، توحش داري بزاف، لكني حشمانه ما قديتش حتى نتحرك. اول مره راجلي غيهضر، هضر بزاف، قال شحال من حاجه وبانه سمح ليا ونبداو صفحه جديده على قبل ولدنا وعلى قبل اني باقيه صغيره. يلا كملت 18 عام. تصالحنا، لكن واخا هكاك دابا داز اكثر من 6 شهور باش رجعت العلاقه ديالنا، والو ما رجعتش كيف كانت في الاول. توحشت الضحك ديال زمان والتلقائيه ديال المان. شي حاجه ماشي هي هذيك وما بغاتش تصلح. ولا عصبي بزاف، ولا مقلق بزاف، كيفكر بزاف، وانا براسي تبدلت بزاف. وليت بحال كنخاف منه ومن ردة الفعل ديالو على ابسط شي. رجع عندي خوف كبير، غير اذا سمعت الدقان نخاف من الشوفه ديال الناس. كيبان لي الناس كلها كتهضر عليا، كنظن بان راجلي كيشك فيا. ما عرفتش نعيش بحال اللي كنت عايشه قبل. واحد الغصه كبيره في قلبي ما عرفتش كيفاش نتخلص منها. بغيت ندخل نحفظ القران مع الاخوات، وعندي عقده مع من العيالات. ما بقيتش عارفه نثق في حد ولا نتعامل مع حد. توحشت لراسي ديال زمان، ولداري ديال زمان، ولراجلي ديال زمان. بغيت نرجع كيف كنت وما عرفتش. بغيت ننسى هادشي اللي طرا وما عرفتش. دعيو معايا الله يسهل عليكم، والله ياخذ الحق في كل ظالم. هذه نهاية قصتنا البنات، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي تدعيو مع صاحبة القصة. دعيو معاها مزيان، وما كرهتش تكتبوا لها لي كومونتير ديالكم، طبطبوا عليها. هي دابا كما قالت لكم رجعت للزوج ديالها، ولكن كنتمنى من الله سبحانه وتعالى ترجع لمياه لمجاريها ان شاء الله، وتنسى هادشي مع توالي الايام، وتكبر وليدها وتخاوي علاش لا. السلام عليكم البنات، تهلاو لي في راسكم، والقصة ان شاء الله المقبلة ان شاء الله.